مساء الخير عليكم يا حلوين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. البطاطس ام 5 جنيه، جميلة جدا على فكرة. بطاطس السليق حلوة ومفيدة طبعا لكبار السن وللأطفال. تعالي نعمل فطار خفيف وسريع. انا بدأت متأخرة فيه بس يلا مش مشكلة. بعت ابني طبعا جاب من بره عجينة طعمية عشان ما بحبش اشتري طعمية خالص من بره. كنظافة في الزيت طبعا في بيتك انت واثقة من نظافة الزيت خلفا عن بره. وفي نفس الوقت العجينة هيديكي اكتر ما انت هتشتري طعمية من بره. يعني ممكن تجيب 10 طعميات ب10 جنيه، ب5 جنيه عجينة ممكن يعملوا لك 12 13 طعميات. واخدين بالكم في الفكرة؟ وفي نفس الوقت الزيت بتاعنا احنا واثقين من نظافته. فطلع سلقت البطاطس الصغننه ديت، ماما بتحبها جدا ما بهرسهاش خالص. ده كان عندي بابا غنوم بالطحينه وكده اخر شويه، وحطيت ليمون معصفر. ودي طحينه كانت جنب الفراخ المشويه اللي احنا كنا جايبينها، وحطيت قطع على خيار. وحطيت كمان مخلي الليفت اللي انا عملته معاكم وريتهولكم ان هو هيتاكل بعد 3 ايام. المخلي الليفت تاكل بعد 3 ايام. وهنا قلت ان انا احمر الطعميه. وطبعا مش عارفه المقاطع كلها متلخبطه كده ليه. سلقت البطاطس وقشرتها بالشكل اللي انتوا شايفينه بعد ما حطيتها في ميه ساقعه، وسبتها تتحمر. وهطلعها دلوقتي واصفيها. هرش عليها شويه توابل كده، ملح فلفل بكمون، واسيبها. ماما بتحب تاكلها كده وهي سليمه ومتحمره، وهي مسلوقه برضو متوسه برضو عادي. ما حبيتش ان انا اعمل بطاطس على بيض المره دي، يعني تغيير في الاكل وكده. ماما بتحبها بالشكل ده، كانت عنده بايته وكده، وقلت اعملها لها مخصوص يعني. انما لو لينا والله ما بعملها. وقلت اعمل عجينة الطعمية، وحطيت معلقة زبدة كده في الطاسة، وعملت فيه البيض. زبدة بقى، سمنة، اي حاجة. كان عندي بقى فلفل الوان. الفلفل الالوان مفيد جدا، انتوا عارفين فايدة قد ايه، بالذات الاحمر برضو حلو لشبكة العين. خرطت شوية كده منه وقلنا نعمل عجينة الطعمية. قولوا بعمل ايه؟ عشان العجينة ما تلزقش في المعلقة بعوزها شوية زيت. اللهم صل على النبي. وكمان بقوم حاطه على طول بالمعلقه. في ناس بتعملها بايديها وفي ناس بتعملها بالسكينه. فالاسهل ليا عندي، انا جربت الطرق كلها بس لقيت المعلقه اسهل ليا وبتشيل كتير يعني. وتخليها كده ايه، ان هي مش ناشفه. انا بحبهاش ناشفه اصلا. انا بحط شويه توابل اهو عشان اعمل البيض. طعمها تاخد لون، هقلبها على الجنب التاني مع طبعا شويه بصل كده وجرجير. اختي جابتهم له وهي جايه طبعا امبارح. كانت عازمانا على اكله فسيخ بقى ورنجه ومش عايزه اقول لكم بقى. جايبه من خيرات الله. الله يكرمها يا رب، يرزقها كمان وكمان، ويديها على قد ضميرها ونيتها يا رب. احنا وهي وكل اللي زيها يا رب. خربت الدنيا امبارح. طبعا عارفين الفسيخ غالي، بس كانت اكله والله العظيم جميله. كانت اكله زي العسل. واحلى ما فيها اللمه الحلوه. في حب في لمه، ما فيش حب ما فيش لمه، صدقوني. متنسوش تشتركوا في قناة اختكم المتواضعة عشان تكبر بفضل ربنا، ثم اخواتي واحبابي. واعملوا لايك اللي ما حطش لايك، حتى اللي ما عجبكوش الفيديو برضه اعملوا لايك. هي تناحة بقى، تناحة ورخامة. حطوا لايك وحطوا خلاص. واكتبوا لي كومنت حلوة كده من قلوبكم، وقولوا بتتابعوني من انهي بلد. وكومنتاتكم وتعليقاتكم بتساعدني جدا وبتفرحني. وبعت محمد ابني جاب لي فول متوضب من الراجل كده جنبنا. الا الزلعة بتاعتنا دي، الزلعة بتاعتنا دي كوم تاني خالص. حط برضو حتة زبدة صغنونة مع شوية اضافة التوابل. ونقطع كيس الفول نحطه. وجاب بتنجان برضو مقلي كده من المطعم. لو كان عندي بتنجان انا مقلي في البيت كنت انا قليته وعملت ده كده، بس ما عنديش بتنجان يعني. تمام. فبعمل الفول اهو، طعمه جميل جدا جدا جدا. فول عم سيد ده عسل والله العظيم. الفول ده جميل جدا. شايفين لونه وشكله وطعمه؟ يا سلام، يا سلام على الكلام. هنا ادي بص مخلي للليفت، مخلي للليفت جميل.
ايه رأيكم بقى في الأكلة بتاعتنا الحلوة دي؟ يلا بقى محمد ابني، لو تسلم ايدك على حطتان الأكل، وادي مخلي اللفت اللي احنا اكلناه بعد يومين 3 بالكتير، والعيش الآلي والعيش البلدي. تسلم ايدك يا حمو، تسلم ايدك يا حمو على الطحينة وطبق الفول السخن الجميل ده، وصينية الجرجير بتاعتنا والزلعة الحلوة دي. يلا اتفضلوا معانا بقى بألف هنا وشفا. ايه رأيكم بقى؟ انا مش عارفة في ايه، المقاطع كلها اتلخفنت في قلب بعضها، مش عارفة في ايه بصراحة. الطعمية جت في الفول، جت في البيض، مش عارفة. انا لخبطت الفيديوهات خالص. بس الطعمية جميلة ازاي، مقرمشة من بره وطرية من جوه جدا. بصوا بقى عملت لي قد ايه طعمية، ما شاء الله. ومخلي الليفت بتاعنا الوردي الجميل. ايه ده، احنا نرجع نعمل حاجة تاني ولا ايه بالزبدة دي؟ طيب نرجع نعمل بقى طبق الفول تاني. الفيديو بقى كوكتيل. اشوفكم فيديو جديد ودمتم بخير ومع السلامة. اشكركم جميعا.